ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هبدأ معاكم فيديو جديد من فيديوهاتنا ومختلف. هعمل معاكم الستيك المشوي، سهل جدا وطريقته بسيطة قوي وما خدش معايا وقت خالص. ده كده كان يوم الجمعة، فانا لازم اعمل يوم الجمعة ده اكل مميز لان هو بيبقى اجازة زوجي، فبحب اعمل فيه اكل مميز. وده كان واخترت الجمعة دي ان انا اعمل الستيك المشوي، وفعلا ما خدش معايا وقت خالص. تقريبا كنت قاعده طول النهار فاضيه من كتر ما هو فعلا سهل. انا جبت اللحمه دي من عند الجزار. بتقولي له انا عايزه لحمه بوفتيك او لحمه ستيك، هو بيقطعها لك رفيعه و... 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 وكمان دقها لي يعني. وعلى فكره ده نص كيلو، عمل معايا كميه حلوه عشان هي رفيعه. جبت طماطم وبصل زي ما انتم شايفين كده، بس جبت بصلايه واحده وطماطميه واحده وضربتها في الخلاط، لان هو ده هي الطماطم والبصل المضروب في الخلاط ده بالنسبه لي انا معتمده دي في المشويات بتاعتي. احط عليها التوابل بتاعتها، حطيتها كده على اللحمه بعد طبعا ما غسلتها، واحط عليها التوابل بتاعتها. التوابل عباره عن جوز الطيب وبابريكا، واللي انا بحطها دلوقتي دي يا جماعه الديما جلاس بتاعت فاين فودز. تمام. انا كنت جايبه مره برطمان كده ف اتفضل معايا، فبحط عليها يعني بحط على اي لحمه واحط ملح وفلفل بس كده. ما بحبش احط بهارات كتير، دي البهارات بتاعتي. والبصل والطماطم اللي على جنب دول انا هقطعهم حلقات دلوقتي علشان انا برضو هشويهم بعد ما اشوي اللحمه. زي ما انتم شايفين كده بدخلها في التتبيله. المفروض ان انا كنت تبلت اللحمه دي من بالليل، لكن انا صراحه نسيت خالص. بس كده وبس طلعت طعمها برضو حلو جدا. انا تبلتها مثلا قبل ما اعملها ب3 ساعات او 4 ساعات كده، مش كتير، بس برضو شربت من التتبيله لان الطماطم والبصل كانوا مفرومين زي ما انتم شايفين كده في الخلاط، فاللحمه شربته كويس جدا. ده الطماطم والبصل اللي فاضلين قطعتهم حلقات زي ما انتم شايفين كده، البصل حلقات والطماطم حلقات، وبرضو هتبل بيهم وهحط عليهم ملح وفلفل علشان خاطر طبعا البصل ما يعملش ريحه او كده. انا نقلته في البوله دي علشان خاطر ادعك فيه براحتي يعني، لان هو كان صغير في الطبق. تمام كده. وادي اللحمه بتاعتي. بصوا بقى، انا هحط عليها معلقه واحده بس خل. الخل ده هيخليها تبقى طريه، وفي نفس الوقت هخليها تستوي بسرعه. وهي صراحه ما خدتش سوا خالص بجد. جربوها، حلوه جدا وسهله جدا يا جماعه وهتدعوا لي. جبت بقى البصل والطماطم بتوعي دول اللي انا قطعتهم، وهفركهم كده مع اللحمه والتتبيله بتاعتها، بحيث انه برضو هم يشربوا منهم واللحمه تشرب من الطماطم والبصل القطع. وخلاص كده تمام كده. عايزه تحطي ليمونه حطي، بس انا مش حابه المزازه فيها يعني. في ناس بتحط ليمون عادي، حطي نص ليمونه براحتك. هغلفها بقى بالاسترتش بتاعي كده وعشان احطها في التلاجة. لما احب اشويها هطلعها اشويها. سبتها زي 4 ساعات وكانت حلوة جدا الحمد لله. بس لو كنت عملتها من بالليل كانت هتبقى احلى كتير. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت بتحطي الاسترتش ده، حسيت ان هو احسن لان هو مش بيخلي الحاجة تكرف ريحة يعني. دي الطاسة بتاعتي جبتها كده وحطيتها على العين الكبيرة، وهحط نقطة زيت صغيرة جدا، نقطة زيت لا تذكر، بس عشان بس اللحمة ما تلزقش في الطاسة. برغم ان هي كده كده الطاسة كانت تيفال، بس حطيت نقطة بسيطة جدا كده، وهعملها بالفرشة بحيث ان انا اوزعها في الطاسة كلها. تمام. ودي اللحمة بتاعتي. على فكرة يا جماعة بتستوي بسرعة يعني، مش بتاخد مثلا من 5 ل7 دقايق، مش اكتر من كده، وخلصت بسرعة خالص. ممكن تعملي جنبها رز ريزو، ممكن حابة تعملي مكرونة لولادك وكده. انا ما عملتش صراحة. لا، احنا كلناها بالعيش والطحينة، بس الرز ريزو هيبقى طعمه حلو برضو جنبها. دي عظمة كده كان الجزار حطها لي زيادة، برضو هشويها معاه. هسيبها بقى كده تتشوي على الوش ده، وبعدين قلبتها على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده، لونها حلو قوي. بس حتة اللحمة اللي انا بعمل فيها دي قلبتها كذا مرة لان حسيت ان هي سمكها تخين شوية. بصوا بقى، انا طلعت اللحمة كده وفاضل الحتتين دول بس، فهي عملت
سواد كده، فانا طلعتها بالمنديل بحيث ان هي ما يمسكش في اللحمه اللي هحطها بعد كده. طلعتها بالمنديل كده بكل سهوله. وهحط بقى ايه بقيه اللحمه تتشوي. الحته اللي تحسيها سميكه شويه زودي، يعني سيبيها على النار اكتر، وممكن توطي عليها النار، يعني تسيبيها تاخد بس لون وبعد كده ايه وطي النار بقى بحيث ان هي تستوي، يعني انت عايزاها مستويه قوي. وعلى فكره الستيك ده يا جماعه مدارس، يعني في ناس بتحبه مستوي قوي، وفي ناس بتحبه متوسط، وفي ناس بتحبه مش مستوي بيشد يعني، فانتي براحتك. بس انتي لو عايزاه يستوي قوي ممكن تخليها تاخد لون وبعدين توطي النار خالص، هتستوي وتبقى تمام التمام. زي ما انتم شايفين كده فاضل حته لحمه واحده بس، وعايزه هشيلها بقى في طبق لوحدها كده. والطاسه على النار بتشوي، بحط حاطه اللحمه على النار يعني بتشوي لسه في الطاسه. وهجيب الطماطم والبصل دول علشان اصفيهم، علشان هشويهم برضو بعد ما اخلص اللحمه زي ما انتم شايفين كده. فلازم طبعا اصفيها من الطماطم والبصل اللي كانوا مضروبين في الخلاط. وعلى فكره البصل والطماطم دول لما عملتهم كده بعد اللحمه كان طعمهم حلو برضو جدا، وكلنا منهم كتير. زي ما انتم شايفين كده انا كده صفيت الطماطم والبصل، وهسيبها شويه تتصفى لحد ما انا اخلص. كده زي ما انتم شايفين اخر قطعه على النار دي هطلعها بقى خلاص كده هي استوت، وهحط الطماطم والبصل بتوعي. معلش بقى على الغلطه اللي فاتت اللي جت في الفيديو دي تحصل يعني. احط بقى الطماطم والبصل بتوعي. على فكره برضو الطماطم والبصل مش هياخدوا وقت، ممكن برضو ياخدوا معاكي 5 دقايق او حاجه، لان وانا حاطه فحمايه زي ما انتم شايفين كده على النار التانية، بحيث ان انا هدخن اللحمه بالفحم بحيث ان طعم الفحم يبقى فيها. هي مش بتاخد وقت خالص الطماطم والبصل دول، يا دوبك بس يدبلوا. انت مش عايزاهم ياخدوا لون، انت عايزاهم يدبلوا بس. طبعا الطماطم بتدبل بسرعه جدا وبعديها البصل. فبس كده هما دبلوا كده خلاص، انا مش عايزه اكتر من كده. وادي اللحمه بتاعتي واحط البصل والطماطم عليها كده. وعلى فكره لو عندك جريلا هتبقى احلى واحلى كمان. هتعمل الخطوط اللي فيها دي في اللحمه هيبقى شكلها احلى واحلى في شوي الستيك ده زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى قطعه الفويل دي هحطها في النص كده. انا حبيت احطها في حله حافظ الطعام دي علشان تحتفظ بالسخونيه بتاعتها. ودي دهنه كده، طلعت حته دهنه من الفريزر وسبتها تفك اول ما بدات. وعلى فكره يا جماعه لما بتدخني الفحم بالدهنه، لما تحطي تحتيه دهنه، بحيث ان بيبقى ريحته وطعم اللحمه احلى ما تحطي عليه زيت. يعني جربتها اكتر من مره. حطيت كده الفحم على الدهنه على طول، وهكتم عليها بقى واسيبها تعيش حياتها. ويعني ممكن اكون بعد ما خلصت كده اكلنا بعديها بساعه كانت اللحمه سخنه جدا، وما احتجتش ان انا اسخنها تاني ولا حاجه. كده خلاص تمام كده. غرفت بقى الاكل عشان ناكل. ادي شكل اللحمه، وعملت جنبه سلطه الطحينه، وعملت بتنجان بابا غنوج بس كانت بتنجانيه صغيره جدا عشان انا بس اللي هاكل منه، وشيبسي وسلطه الطحينه، وهو ده غدانا. وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته.